عاملين ايه؟ وحشونا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كشري مصري، ويا ريت كل واحد يخش يقول رأيه. ماشي، النهاردة هنعمل كشري مش هيكلف 70 جنيه. انت لو دخلت انت ونفرين تلاتة هتاكل ب70 جنيه طبقين كشري ملهمش اي لازمة. ممكن تكون جعان وممكن تخش تاكل تاني ب70 جنيه. احنا بقى النهاردة هنعمل تكلفة. بص، واحد سباكيتي، وواحد معوجة، وواحد شعرية، وكيلو الا ربع رز، وربع عدس بجبة. تمام. احنا هنبدا بقى نشتغل الليله ديت. وكيلو ونص طماطم ب 10 جنيه، والحمد لله الطماطم رخصت بعد ما كان سعرها مولع نار. وبصلايه يتيمه الاب يا عيني هنحمرها عشان نعمل بيها الصلصه ونسبكها. هنبدا دلوقتي الفيديو. هنبدا الخلطه. هنحط ميه على النار ونسخنها ان شاء الله كده اهوت، ومعلقه كبيره ملح ونقطه زيت عشان نسلق فيها المكرونه. معلش يا جماعه، ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم في الشكل ان شاء الله. وهتعمل حله كبيره قوي وكله بقى ياكل بقى ويشبع. بكام؟ ب 70 جنيه. بدل ما تخش تدفعهم انت وواحد صاحبك ب 70 جنيه، هتاكل اسره كلها ب 70 جنيه. كشري مصري ضرب نار. ملينا الميه وحطيناها على البوتاجاز عشان تسخن، وانتبهها كمان شويه بس لحد ما تسخن. وبعد كده نحط المكرونه فيها، الاسباجيتي اللي هي المعوجه. ونقعنا كيلو ونص طماطم في الحوض، وحطينا له نقطة خل عشان لو فيها أي ميكروب، ونحافظ على صحة أولادنا. خليكم معانا. بعد كده هناخدها ونقطعها ونحطها في الخلاط ونعصر ونضربها في الخلاط. وبعد كده نحطها إن شاء الله مع البصلة بعد ما نحمروها. خليكم معايا ثواني لحد ما نخلص الليلة دي. هرجع نصور الفيديو وإن شاء الله الحبايبنا اللي يخش يكتب لنا تعليق حلو جميل كده اهوت عشان القناة ترجع تشتغل. ويا ريت بعد أقول لكم يا ريت ترجع تشتغل زي ما كانت الأول. اول حاجه هناخد البصلايه ديت ونغسلها ونقطعها 4 ونحطها في الكبه نفرمها لحد ما تبقى عامله شبه الفتافيت صغيره خالص. وبعد كده نحمرها في الزيت ان شاء الله، وهيطلع طعمها حلو. وبعد كده ربنا يحلها ونعمل الطماطم نضربها في الخلاط. خليكم معايا. بص كده، ادي البصلايه اهي، نروح مقطعينها 4. ماشي. ونحطها بقى تتفرم كده. بقى هنشغل عليها من المفرمة. كده بطلنا كده. نطلعوها. هنضربها تاني عشان لسه برضك فيها حتت كبيرة، فاحنا عايزين نخليها فتافيت صغيرة كده. هنوقف كده بقى ونبص عليها. بص بقت قد ايه كده متقطعة ازاي كده. ان شاء الله تتحمر وهتبقى طعمها جميل جدا جدا. ودي اللي بتحل الكشري. وهقول لكم سر جميل قوي قوي عشان ما تعملكش الصلصة حموضة على صدرك. ماشي. هنحط لها حبة سكر وتتحمر مع البصلة، هتمنع أي حموضة وأي حرقان على الصدر. خليكم معايا ثواني. ودلوقتي حطينا حتة سمنة نباتي، وهنحط شوية زيت عليها ونبدأ نحمر البصل. خليكم معايا ثانية واحدة كده. احنا ولعنا النار عليها. تمام. وهنبدأ بقى نسيح السمنة النباتي مع الزيت. تمام. وبعد كده هنحط لها البصل بس كده. خليكم معايا لحد ما تسيح وندمج هما الاتنين، الزيت مع السمنة النباتي. كده هنبدأ نحط البصل على الزيت. نحط النار شوية بسرعة كده. معايا ثانية واحدة. نحمر بس البصلاية كده ونرجع له. نبدأ بقى نجهز في الطماطم عشان نفرمها في الخلاط على بال ما تتحمر البصلاية، وموطين النار عليها على أقل درجة حرارة عشان ما تتحرقش مننا وربنا يستر. بنغسل الطماطم كويس. ماشي. جامد قوي عشان الخبات وصحة أولادنا. يا رب يخليهم، يا رب يبقوا حاجة كبيرة كده. كل واحد يشوف عياله في
يعني في المستوى اللي هو بيتمناه دكتور، ضابط، ايا كان كل واحد عنده ولاد بيكتب لي في الكومنتات ويتمنى عياله يطلعوا ايه. كده بصوا احنا بقى قطعنا كده الطماطم وحطيناها في الشفشق، ماشي. هنزود لها شويه ميه على اساس بس ايه، نزود لها شويه ميه صغيرين قوي عشان يعرف ايه الخلاط يضرب وياخد ويدي مع الطماطم لحد ما يفرمها خالص. خليكم معايا ثانيه واحده، اعمل لها ميه واحطها في الايه، الكبه. سلام. هنضرب الطماطم في الخلاط كده جامد، طب بقى لحد ما نفرمها وبعد كده نشوف الليله الثانيه. يبقى احنا هنكب ايه الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط، ماشي. ونكمل تحمير البصله على نار عالية بقى، احنا كنا موطين عشان خايفين تتحرق على بال ما نعصر الطماطم. خليكم معايا. هنيجي بقى عند المكرونة ناخدها كده ونقسمها نصين، شايفين كده كسرناها. ناخد كيس تاني نقصها، الملكة برضك مكرونة حلوة. خليكم معانا بس نفتح كده اهوت عشان نحطها في الحلة بعد ما المية غلت. خليكم معايا ثواني. هنحط المكرونة في الحلة، ثانية واحدة طبعا بس كده ثواني. هنحط الملح، ممكن معايا ثانية واحدة بس. في غلطة أنا عملتها، كانت من حيث أنا أحط الملح الأول قبل ما أحط المكرونة، بس إحنا إيه يعني مش ما استوتش يعني المكرونة اللي لسه حاطينها. مع ثواني بس كده إيه، لما نقلبها ونظبط المية بتاعتها ونرجع نصور تاني. معلومة بقى صغيرة كده اهوت، المكرونة قبل ما تستوي نهدي النار عليها شوية وبعد كده نطفيها قبل ما تستويش خالص، نحطها بقى في المصفى نصفي المية بتاعتها وما نشربهاش ونسيبها بقى ايه مع البخار بتاعها تكمل السوا عشان ما تبقاش معجنة وتبقى مسيكة في بقى طعم حكاية ومعلوش مسيك. خليكم معايا. نعلي بقى النار على البصل ايه عشان نحمروها وننجز، ماشي. عشان ايه، خليكم معايا بقى ثواني بقى نخلص ونكمل التصوير. بصوا بقى يا جماعة، معلقة ايه زعتر بيقولوها كده، مش معلقة واحدة بس، تتحط معاها على البصل هتعمل طعم حكاية. نحط حتة صغيرة بس كده ايه، تمام. معلقة صغيرة، ها خليك معايا ثانية واحدة. هنحمر بقى البصلاية كده على نار عالية بقى عشان ينجز، ماشي. يعني ايه بتطرطش وتبهدلنا. واهم حاجة السكر يتحط قبل ما تتحمر عشان تمنع الحموضة والحرقان اللي بيحصل ايه على الصدر. خليك معايا ثانية واحدة. هنحط معلقة سكر، حتة كمان، وبيحلي الأكل برضك معايا كده بقى لونها ذهبي يعني خلاص. نبدأ نحط بقى، نوقف كده ثواني كده، بنحط الصلصة بقى عليها معايا. نبدأ نقلب فيها عشان البصل ايه يبقى مظبط معاها. ان شاء الله تبقى طعمها جميل ان شاء الله وتعجب الولاد وهتعجبكم باذن الله. اهم حاجه البصلايه ايه تبقى محمره جامد وما تبقاش محروقه، يعني محمره ومش محروقه. لكم معايا ثانيه واحده بقى نخلص الليله دي. ناخد بقى المكرونه كده ايه ونصفيها في الايه في المصفى. لكم معايا ثانيه واحده، كنا هنقع وهنتحرق. كده حلو قوي، صفيناها. خليكم معايا ثانيه واحده بقى ايه تبرد. معلش، من غير ما نغسلها ما نشوفش المكرونه، نسيبها كده ومش ان شاء الله مش هتعجن وكده هتبقى مستويه ان شاء الله، هتبقى حلوه هتعجبك. خليكم معايا ثانيه واحده بقى. نبدا نغسل العدس. العدس لو بربع كيلو، ماشي. نغسله كده، ماشي، ونصفي ميته ونملى ميه نضيفه طبعا نحطه على البوتاجاز.
ياخد نص غلوه، على اساس اللي هو ناخد نص سوا، يبقى ايه، يبقى مقرمش كده في البق وهو بيتاكل، مش مهري. خليك معايا ثانيه واحده بقى نكمل شط، وبعد كده نكمل لكم التصوير. هنحطها على النار كده الحله بالعدس، وزي ما قلت لكم تاخد نص سوا عشان ايه، يبقى مقرمش في البق. خليكم معايا ثانيه واحده بقى ايه، نكمل ايه المكرونه الشعريه نحمرها عشان نعمل الرز. زي ما انتم شايفين كده حطينا الزيت وحته سمنه نباتي عشان نحمر بيها ايه المكرونه الشعريه. خليكم معايا ثانيه واحده. نبدا نحط المكرونه الشعريه في الحله. خليكم معايا ثانيه واحده عشان ما تتحرقش. ثانيه واحده هنقلبها، وبعدين ما نحمرها ونحط الرز ونكمل التصوير. خليكم معايا ثانيه واحده. دلوقتي احنا حطينا المكرونه، بس عشان البطاريه التصوير فضيت، فحطينا المكرونه الرز على المكرونه الشعريه، وهنكب لها ميه. خليكم معانا لحد ما نكمل، وبعد كده نغطيها ونوطي عليها النار بعد ما تغلي، ونحط لها الملح. خليكم معايا. وكده احنا حمرنا العدس بالجبه، ولا سوينا العدس بالجبه، معلش يا جماعه اتلخبطت في اللفظ، ماشي. وهنصفيه من الميه عشان ما يتهريش. خليكم معايا. ودلوقتي احنا خلصنا التسويه بتاعت الرز. بص كده الرز كده بالواحده، مفيش رزه معجنه، ماشي. ودي الصلصه اتسبكت، ودي صلصه ولا اللي مش اي. بصوا هنا جنب ازاي حكم هنا. ودي كده المكرونه تمام، وده العدس بالجبه. نيجي بقى نعمل حاجه دلوقتي، بس بعد اذنكم بس عايزين منكم خدمه صغيره، يا ريت تشتركوا بالقناه عشان ايه نوصل لعدد اكبر، ويا ريت المشاهدات، وتخلوا اصحابكم يتفرجوا على الفيديو عشان نجيب الساعات اللي بقى ليالي، عشان القناه ترجع تتفاعل تاني وينزل عليها اعلانات ويجيلنا ربح. خليكم معايا ثانيه واحده لما افضي ده واوريكم كميه الاكل الكشري اللي احنا عملناه، و70 جنيه بس. خليكم معايا. دلوقتي يا جماعه احنا حاطين الرز على المكرونه، فالحله ما شالتش، فهنفضيهم في بلاستيكه كده بيضه حمراء، ده بيور ما تقلقوش، مش بيتفاعلش مع السخونه. هنحط الحاجه ونكمل عليها اللي هو العدس بالجبه. خليكم معايا ثانيه واحده. بصوا يا جماعه الكميه بقت قد ايه، ده لسه ما حطيناش العدس كمان. خليكم معايا ثانيه واحده بس نقلبها ونرجع لكم تاني. ودلوقتي يا جماعه انا حاطينها في البسله، فالبسله مليانه ان شاء الله يعني. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الكميه ديت. فهنكب شويه الايه العدس الجبه، وهنقلبهم مع بعض، بس هو مولع نار، فهنصبر ايه لحد ما يبرد. رايكم بقى في الكميه دي كلها ب70 جنيه، ولا تروح تشتري طبق كشري ب30 ولا ب35 ويعني وتقوم جعان. ده بقى اكل من حسبة 10 تنفار او 8 تنفار ويشبعهم ويفيد كمان. خليكم بقى ايه معايا ان شاء الله في كل فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، وهيوصل لكم كل جديد مني. بس يا ريت التعليق الحلو عشان القناه ترجع تشتغل، ويعني احنا بنحبكم قوي، ويا ريت تقفوا معانا لحد ما القناه ترجع تشتغل وينزل لها الاعلانات وتتفاعل ان شاء الله. يلا نشوفكم في فيديو جديد، سلام. واكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم في الكميه، والكميه بكام؟ ب70 جنيه تاكل العيله كلها. بنكمل الصلصه التانيه. ايه رأيكم بقى؟ والله الطبق دوت لوحده ب40 جنيه ولا ب50 جنيه. ايه رأيكم؟ ودي الشطة وده الخل. وان شاء الله في الفيديو الجديد وان شاء الله في الفيديو اللي جاي، معلش اسف، ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل لكم الطريقة بتاعة الشطة والخل بتاعة الكشري. متنسوش تشتركوا في القناة.